ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله. اطلع يا جزمه يا ابن الجزم. امي عايزه قماشه من بيتي. خلينا متفقين ان المدرس من المهن اللي مش بيكون فيها شك في قيمتها المجتمعية، بمعنى ان المدرس ضروري لنهضة البلد. انا من غير تعليم النضج الفكري للبني ادم هيتأخر كتير. التعليم شيء اساسي في بناء الوطن. التعليم هو اللي يقدر ينشل الوطن من الضياع، وده مش كلام فاضي وشعارات، لا دي حقيقة. التعليم قيمة لا يمكن اجتزائها. فاحنا مش هنختلف على تعليم، وانما هنختلف على المعلم. او مش هنختلف، عادي، الاختلاف هو سر من اسرار الحياة. نماذج المعلمين كتير قوي، في منهم الهادي اللي بيعرف يتواصل بدون انفعالات، وعلى فكرة النموذج ده مش لازم يكون بيعرف يعلم الطالب. وفي المعلم الفاشل اللي ما بيعرفش يشرح كلمتين على بعض، وده ممكن يكون هادي او عصبي. وفي بقى النموذج المحبب لجميع اولياء الامور، وهو بلا استثناء المعلم اللي بيضرب الطلبة عشان مصلحته، اللي بيتقال عليه بيعرف يشرح. هو اكتر نموذج مشهور واكتر نموذج قريب الى قلوب اولياء الامور. النهارده احنا هنتكلم عليه، وهنتكلم قد ايه هو اكتر فكرة ساهمت في ضياع جيل كامل من الطلاب. النهارده احنا هنحلل شخصية المدرس رمضان، وعن قد ايه الفيلم حول الشخص الأحمق ده لمعجزة هنقدر ننقذ بيها التعليم في مصر. تعالوا نشوف الفيلم عمل كده ازاي. بس في الأول خليني أقولك صباح الفل، أنا يوسف. حكورة حكلنا حكاية حتقلب حنا حشونا حرام. خدوجة خليفة خطبها خليل ابن أخت خفا جمام. والمهر بحتة نتفت 6 7 8 تمام. وبنسأل صالح فالح قلب صراحة أنا معرفهم. نبدأ بالأوبننج. الفيلم بدأ بحاجة غريبة في نطاق التعليم، بس في مصر ده عادي. الفيلم بيتكلم عن التعليم، فطبيعي يبدأ بالمدارس وطلاب. ولكن المخرج أخر ظهور المدارس وبدأ بحاجة تانية. بدأ بفكرة إن المدارس قربت، وده بيكون شكل الأسر في مصر لما المدارس تقرب. الفيلم بدأ بمعاناة أولياء الأمور مع أولادهم من الفلوس اللي بيصرفوها عشان يجهزوا للمدارس، لأن دي حاجة كبيرة بالنسبة لأولياء الأمور، دخول أولادهم المدارس اللي بعدها هيتخرجوا منها، فهيبقوا هم حاجة كبيرة. كل ده رسم لشكل المدارس في مصر، لأن التعليم في مصر ما بيبدأش من أواخر 9 أو أول 10، هي بتبدأ من قبل كده بكتير. كل اللي أظهره الفيلم ده هو جزء بسيط من اللي بيحصل في الواقع. فترة التحضير للمدارس هي بتكون فترة صعبة على أولياء الأمور زي ما هي فترة صعبة على الطلاب بالظبط. حرفيا أولياء الأمور بيعيشوا معاناة زي ما أولادهم بيعيشوها بالظبط. جمهورية مصر العربية من الدول اللي التعليم فيها مجاني، أو يمكن مش مجاني قوي، لأن الطلبة بتاخد دروس وبتجيب كتب خارجية بأسعار دلوقتي فلكية، غير مصاريف كتب المدرسة اللي محدش عارف شكل الصفحة فيها، غير مصاريف الدروس الخصوصية اللي الطلبة بتاخدها عشان ما بيفهموش حاجة في المدرسة. كل الحاجات دي خلت التعليم المجاني هو اسما بس، لأن فعلا أنت ما بتدفعش حاجة في المدرسة، ولكن بتدفع في التعليم، لأن أنت عمرك ما هتنجح من غير مذكرات وملخصات ودروس خصوصية. نرجع للجزء الثاني من الأوبن، وهو دخول الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. طابور فيه دوشة وهرجلة وصوت عالي، طبيعي طلاب وأول يوم دراسة وعندهم طاقة، وبنشوف الناظر والوكيل بيحاولوا يهدوا الطلاب بالحكمة والموعظة الحسنة، بس برضه ما بنشوفش استجابة من الطلاب، وده بيوريك إن الطالب المصري ما بيجيش بالصوت الهادي. وفجأة ظهر المخلص السوبر هيرو المدرس رمضان اللي جاي على عجلة، ظهر للطلاب اللي ما يستحقوش المعاملة الآدمية لأنهم عايزين حد يشكمهم ويحكمهم. وهنا كان موعد دخول الأستاذ رمضان. الأهالي فرحانة بدخوله، الطلبة بتبتدي تهدى من حواليه، ناظر المدرسة بيقدمه كأنه بيقدم نجم من نجوم السيما. المهم بعد ما رمضان بيدخل الطلبة بتسكت، وده ليه؟ عشان هو معلم شديد وقادر يشكم الطلاب. ده عارف عنهم مين راح صيف ومين راح شرب سجاير في الحمام ومين مش عارف لبس ايه. طريقة تقديم رمضان الكوميدية دي ختمت بالمشهد ده، مشهد الحاجات اللي بيخرجها من شنطته. المفروض المدرس بيطلع كراسة كشكول قلم، لا ده بيطلع خرزانة، بيطلع كرباج، بيطلع سلبة. ايه ده؟ لحظة واحدة بس، انت جاي تعلم مين؟ المشكلة في رمضان مش كلام الناس على الفيلم بس، المشكلة في رأي النجوم اللي عملوا الفيلم. يعني لما محمد هنيدي اتسأل عن شخصية رمضان قال عنها باختصار: انا بحب الراجل ده قوي جدا، انا بحب لذيذ جدا. رمضان مبروك قوي قوي قوي. مدرس يا حبيبي. وانت عملته يعني. حضرتك ده واحد في اول حصة في السنة في اول دقيقتين ليها خلى الطلبة تضرب بعضها. لا وما اكتفاش بكده بس، ده في نص الفيلم خلى الطلبة تضرب نفسها. يعني اهانة ما بعدها اهانة. ازاي ده يبقى نموذج كويس؟ يعني المدرسة اللي ما فيهاش معلم زي رمضان هتبقى مدرسة سايبة، الطلاب فيها اشقية، والمدرسة هتبقى بالنسبة لهم فسحة زي مدرسة ابناء الوزراء بالظبط. كده مفيش اي انضباط. وده ليه بقى؟ لان مفيش معلم قلبه على الطلبة ومعاه سلاح ابيض زي رمضان. ما هو لو ما عملش كده العيال هتتجوز بعض عرف. يعني انت عمال تحط لي كل الحاجات دي اللي هي ضرب المدرس للطلبة لاهانة، ده راح لطالب العزا عشان يضربه هو وابوه، وعايز نتخيل ان الشخص ده كويس لمجرد انه بيعلم اهل بلده الكبار عشان يقلل نسبة الامية.
طب ما هو اصلا السبب في الاميه. تخيل كم طالب اتعرض لنوع زي ده من المدرسين وبسببه كره التعليم، وفي الاخر عايز تحسن صوره الشخص ده وتبين قد ايه هو المعجزه في انقاذ التعليم في مصر. المشهد بقى بتاع ضرب ابن الوزير ده المشهد اللي كرره مرتين. اول مره ما كانش عارف ومعلق طالب وبيجلد فيه، ولما عرف ان هو ابن الوزير خاف. ده شيء منطقي لانه مش من عامه الشعب عشان نجلد فيه، ده ابن وزير، ده ممكن يعملها لك جنايه. المشكله كانت في المشهد التاني اللي كان في مكتب الوزير، يعني وزاره التعليم منع الضرب في المدارس. تمام، ده شيء حقيقي. فتخيل بقى ابن الوزير بيتضرب قدامه، وللاسف الوزير كان مبسوط. انت متخيل فكره رمزيه رمضان هو مهم قد ايه في التعليم؟ هو اللي هيقدر يخرج اجيال، هو المعجزه اللي مدرسه ابناء الوزراء محتاجينها. طب هو رمضان اصلا عنده اسلوب تعليمي؟ يعني هو عمال يضرب، هل بقى هو عنده اسلوب تعليمي؟ يعني عنده طريقه شرح، عنده اسلوب مميز؟ هو طول الفيلم نازل ضرب في الطلبه وفي اي حد يجي قدامه. وهنا هتفهم ليه هو شنطته فاضيه، لانه ما عندوش اللي يقدمه من تعليم. هو شخص قال انه وهب نفسه للتعليم، بس الكلام ده عكس حقيقته تماما. هو طول الفيلم ما علمش حد، هو عمال يضرب بس. تعال بقى للمشهد الاشهر، وهو مشهد رمضان وهو بيعمل حمام على نفسه. طبعا المشهد ده محطوط عشان رمضان يصعب علينا، ورمضان محبوس في بيت وزير التربيه والتعليم. لا لحظه، هو ليه في بيت وزير التربيه والتعليم؟ نرجع بقى لبدايه الفيلم، وهي ان رمضان ظروفه الماديه باظت، فاضطر ان هو يتنازل ويتخلى عن مبادئه ويبتدي يدي دروس خصوصيه. بعد ما كان بيتريق على الناظر عشان بياخد بيض عشان يعلي اعمال السنه، دلوقتي هو اللي بقى يتنازل عن مبادئه ويدي دروس خصوصيه. هنا هننساق لسؤال تاني اصلا، يعني ايه نخلي وزير التربيه والتعليم ينساق تحت حاجه تخليه يتنازل عن مبادئه برضه؟ بمعنى يعني ايه ابن وزير التربيه والتعليم اصلا يبقى في مدرسه خاصه؟ فهنا بنوضح لك ان كل ده تحت اشراف وزير التربيه والتعليم عادي. ابنه في مدرسه خاصه ده لانه عارف باهانه التعليم في المدارس الحكوميه. الوزير نفسه موافق على فكره استاذ رمضان المخلص، السوبر هيرو اللي ما عندوش محتوى علمي، اللي بيعذب الطلاب وبيضربهم. فلذلك مشهد رمضان هو اكتر حاجه منصفه ليا. وده ليه؟ بما ان كينونه رمضان اتشكلت من بلطجه واهانه وعدم وجود محتوى علمي، فكان لازم يستحق العقاب اللي هو فيه دلوقتي. المشهد المؤلم اللي الفيلم صنعه فيه الاف من الطلبه عاشوه، والمدرسين بيمنعوا الطلاب ان هم يخرجوا للحمام. بيمنع عنك حاجه مش مفروض تستنى اذنها من حد، حاجه في قمه الاذلال والاهانه انك تمنع حد عن كده، ما بالك بطفل. انت متخيل انت بتعمل ايه في البني ادم ده؟ وحرفيا انا عمري ما فهمت ليه المدرسين كانوا بيمنعونا كطلاب ان احنا نخش الحمام. بل وعن تجربه شخصيه ان كان في مدرس كان بيمنعنا ان احنا نشرب ميه في الفصل. وسامعك يا اللي بتقول لي خروجهم للحمام ده ممكن يكونوا بيستهبلوا عشان ما يتعلموش. طب ما ده سبب اقوى ان انت تسيبهم. انت ما عرفتش تحببه في الحصه، ما عرفتش تحببه في التعليم بشكل عام. انت مدرس فاشل، انت ما عرفتش تفهمه ولا تعلمه قيمه التعليم. يبقى طالما مش هتعرف تفهمه قيمه التعليم يبقى سيبه. وهنا كانت رمزيه فيلم الناظر. في مشهد من المشاهد قال مفيش شده، مفيش سلك على السور، اللي عايز يتعلم يتعلم والباب ده مش هيتقفل. مفيش سلك على السور، مفيش شده، مفيش حد هيتضرب، اللي عاوز يتعلم يتعلم والباب ده مش هيتقفل. اظن كده فهمت الفرق. فده الفرق بين طلاب مدرسه الناظر وطلاب مدرسه رمضان. دي ناس حبت تتعلم بجد، اما دول فكانوا واخدين التعليم قهرا. وبس يا معلم، يا رب اكون فدتك بحاجه جديده. لايك شير سبسكرايب، وخليني اقول لك صباح الفل، انا يوسف. الست سكينة السكنة بالسكاكين سراها سليم، وجليلة جارتنا جابوها جماعة جبابرة حالتهم جيم، وشافونا ساعتها ساعتها ساونا ستيم، وشافونا ساعتها